النهاردة رحنا نستخرج العسل من منحل. في ناس كتير بتاكل العسل نحل بس ما تعرفش ازاي بيتم استخراجه. فانا صورت كل المراحل بداية من الخلية او المنحل اللي قدامكم ده، وده المرحلة التانية اللي هي استخراج الطرود من الخلية زي ما انتم شايفين. بعدين حطينا الطرود على تروسيكل عشان ننتقل للمرحلة التانية ان يروح طرود للمكان اللي فيها الجهاز اللي بيطلع العسل. ده شكل الطرود. الابيض ده عبارة عن الشمع بتاع العسل او بتاع النحل يعني، او بيقولوا على الختم. بنشيل الشمع من فوق، نكشطه بسكينة عشان لما يتحط الطرد في الجهاز العسل ينزل. ده الشمع ده احنا بنقول عليه الختم بتاع النحل. بعد ما النحل يطلع العسل او يحطه في الطرد بيقفل عليه. كده بنرص الطرود في الجهاز. وبعدين نشغله كده العسل كله يقع لتحت. بعد ما جمعنا الطرود كلها نفتح حنفية ننزل العسل اللي تم استخراجه من الطرود. والمرحلة دي المرحلة قبل النهاية مرحلة التصفية. وبعدين بنعبي العسل في برطمانات زي ما حضراتكم شايفين. مفيش أي مواد كيماوية أو أي حاجة مضرة للصحة أو أي حاجة دخلت